السلام عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم في ملخص حلقات الأمانة. في بداية الحلقة هذه غيبان لنا يمام متواجد داخل المكتب ديالو، ومن بعد غادي يتصل بنديم ويطلب منه يجي لعندو. غيقول ليه نديم بلي هو ما كاينش في القصر، وبلي عنده موعد مع المهندس المعماري. كيقول ليه نديم بلي الا بغى شي حاجه ضروريه راه يقدر يرجع لعندو. يمان كيقول ليه بلي ماشي مشكل، وبلي راه ما كاينه حتى حاجه ضروريه اللي يقدر يرجع لودها. في ثاني مشهد من الحلقة يوسف ناعس في الغرفة ديالو، وإقبال كتحكي ليه حكاية. كيدخلوا لعندهم يامان الغرفة وكيطلب من إقبال تخلي شي واحد من الخدم يبقى معاه الليلة. كيخرج يامان من الغرفة وإقبال كتحل الباب وكتراقبو. يوسف كيشوف خالته في المنام وكيترجاها ما تمشيش وتخليه، وكيقول لها بلي هو خايف. سحر متكيه في الغرفة ديالها كيديها النعاس. يامان كيدق باب الغرفة ديالها كتقول ليه تفضل. يامان قال لها راه وصلت الوقيته ديال الدواء ديالها، وقال لها يا قلتي ما غاديش تنعسي. قالت ليه ما عرفتش دغيا داني النعاس. يامان متجه لعندها وكيعطيها الدواء ديالها. سحر كتناول الدواء ديالها في حين كيبان لينا يامان متردد واش يخرج من الغرفه او لا يبقى. وبالفعل بقى يامان في الغرفه وجلس فوق الكرسي وطلب من سحر تهدر، حيت هذه احسن طريقه باش ما يديهاش النعاس. قالت لي سحر اكيد انت ما غتبقاش سهران حدايا الليل كله. قال ليها نديم ما كاينش في القصر وضروري شي واحد يبقى معاك باش ما يديكش النعاس. وعاود طلب منها تهدر. قالت لي سحر وشنو غنقول؟ قال ليها اللي بغيتي، الاهم تبقاي فيقه. قالت لي واش غتسمعني الليل كله؟ وفي مشهد اخر غادي ننتقلوا لعند الكوميسير علي وايناس اللي بقات كتسناه باش تدوي معاه. سولها الكوميسير انت اشنو كديري هنا في هاد الوقيته؟ جاوبته ايناس وقالت ليه كنت كنتسناك باش ندوي معاك. قال لها الكوميسير انا الاول غادي ندوي معاك ومن بعد غادي نسمع ليك. وبدا الهضره وقال لها بلي هاد الايام اللي دازو كانت بجنبو، وبلي يحس بالدعم ديالها ليه، وبلي ما غاديش ينسى هادشي، وبلي اكثر حاجه ما كيحملهاش هي الكذوب. قال لها انت واحد الانسانه مختلفه ما كتعرفيش تكذبي، صادقه وطبيعيه. ومن بعد سولها شنو كنتي باغا تقولي. وفي مشهد اخر من الحلقه كتبان لنا اقبال داخله عند سعاد الغرفه ديالها وكتشكى من يوسف وكتقول لسعاد بلي غادي تجي عليه وتديه الميتم. قالت لها بلي غادي تقول الخدمات الاجتماعيه يدوه من القصر، وبلي غادي دير المستحيل باش يخرج من القصر. وهنا غنرجعوا لعند يمان وسحر وغنشاهدوا سحر كتعاود ليمان على الاب ديالها وعلى حياته من بعد ما جا لاسطنبول. ومن بعد غتدخل عندهم الخدامه وغتسولها واش محتاجه لشي حاجه. طلب يمان من الخدامه تبقى مع سحر باش هكذا ما يديهاش النعاس. ايناس كتكمل هضره مع الكوميسير وكتقول ليه بلي وقع ما خصوش يتعصب ويتقلق باش ما يمرضش. سحر كتفكر في يمان والحوار اللي دار بيناتهم، وفي المقابل يمان حتى هو كيتفكر سحر وهو متواجد في الغرفه ديالو كيطفي الضوء وكيواصل التفكير. سعاد في الكوزينه هي واقبال كتحاول توجد الفطور ليوسف، وفي نفس الوقت كيدوي على الخروج ديالو من القصر. الكوميسير كيفيق على صوت ميساج ووصلو من الهاتف ديالو. هاد الميساج من كلثوم كترجى فيه علي جاوبها على الاتصالات ديالها ويعطيها فرصه تشرح ليه. كلثوم حدا البحر كتجوي مع الصديقه ديالها في الهاتف وكتقول لها بلي علي ما كيجاوبهاش على الاتصالات ديالها. صاحبتها كتحاول تهدنها وكتقول لها بلي خاصها تخليه واحد الفتره. كلثوم معصبه وكتقول صاحبتها بلي غتمشي تشوف علي. يوسف في الغرفه ديالو كتدخل عنده اقبال وفي يديها الفطور وكتقول لها عفوا، وكيقول لها ما باغيش ياكل. كتقول ليه واش بغيتي توكلك خالتك؟ كيقول لها وكيدي الفطور لعندها. سحر ناعسه في الغرفه ديالها كيدخل عندها يوسف وكيلقاها ناعسه، وفي ديك اللحظه يوسف كيتفكر ماماه فاش كانت مريضه وناعسه وفاش كان كيمشي لعندها تفطرو وما كتقدرش. يوسف كيحاول يفيق خالته ملي ما فاقت باسها وهز فطورو ومشى يخرج. في هاد الاثناء كتعيط عليه خالته وكتقول ليه يجي لعندها. كيرجع لعندها وكتبوسو وكيطلب منها توكلو. كيجلس حداها وكتبدا تفطرو. العم عثمان وايناس في الكوزينه كيمشي لعندهم الكوميسير علي. ايناس بغات تكب الكوميسير اتاي ولكن هو قال لها ما بغيتش حيت زربان وخاصو يمشي. سولو العم عثمان علاش باغي يمشي بالزربه وطلب منه يجلس باش يدويو شويه في الموضوع ديالو هو وكلثوم. قال ليه الكوميسير علي بلي ما كاينه حتى حاجه اللي غيهضروا فيها،
جاوبوا العم عثمان وقال ليه بلي وقت ما بغى يدوي في الموضوع فهو غيكون مستعد باش يدوي معاه. شرب الماء ومن بعد خرج، وهو خارج لقى كلثوم كتسنى على برا، حاولت تدوي معاه وطلب منه يسمعها، لكن الكوميسير ركب في السيارة ديالو وخلاها. إقبال وسعاد في الغرفة. إقبال معصبة من حيت سحر فاقت وكتفطر يوسف، وهكذا غتكون الخطة اللي دارتها هي وختها فشلات. سعاد متوترة بزاف ومعصبة من حيت كلما كترسم هي وختها إقبال الخطة كلما كتفشل ليهم. كتسولها إقبال واش خدات الدواء ديالها اليوم، كتجاوبها سعاد بلي حالتها ما كتسمحش ليها تفكر نهائيا واش خدات الدواء ولا ما خداتوش. كتصر إقبال على سعاد أنها تاخد الدواء ديالها، لكن هي كترفض وكتقول ليها مادام سحر في هذا القصر فأنا عمري ما غنكون بخير، من حيت كلما كندور كنلقاها بجنب يمان أولا بجنب يوسف أولا بجنب نسيب ديالها، كتلقاها بجنب كلشي. كتحاول إقبال تعطيها مرة أخرى الدواء لكنها كترفض وما كتبغيش تاخدو. سعاد كتقول إقبال بلي خاصهم يديروا خطة أخرى باش يتهناو من يوسف وسحر.